3 حاجات لازم تخليهم في دماغك قبل ما تيجي تعيش في المانيا. رقم 1 الطقس. معروف ان الطقس في المانيا سيء جدا ودايما بيجيب اكتئاب، لان الشمس ما بتشوفهاش الا مره او اتنين خلال الشهر، والامطار موجوده تقريبا طول السنه، والظلام اللي موجود وبيترتب عليها واللي بيكون موجود حوالي 9 شهور من السنه. رقم 2 الضرايب. المانيا من اكتر الدول اللي موجوده في اوروبا وعلى مستوى العالم اللي بيدفع فيها ضرائب. الاستقطاعات من الضرائب وانت موظف بتوصل حوالي 40% من دخلك الشهري. وموضوع الضرائب يمكن سبب رئيسي لناس كتير بتسيب المانيا، سواء من الموظفين او الناس اصحاب المشاريع الصغيره او الكبيره، لانهم شايفين ان الضرائب اللي بيدفعوها في المانيا زياده عن اللزوم. رقم 3 البيروقراطيه، ودي حاجه انا بعتبرها شخصيا مرض موجود جوه المانيا. فدايما في كل المنشآت والهيئات والمؤسسات الحكوميه وغير الحكوميه البيروقراطيه اسلوب حياه، فبقت اسلوب حياه عند الموظفين نفسهم، وده شيء لا يتوافق مع قوه اقتصاديه كبيره زي المانيا.